السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ أخباركم؟ اليوم معنا طريقة إصلاح الخزان المنكسر. مثل ما لاحظين هنا موجود شق، هذا الشق شايفين. طبعا هذا الخزان يسرب ماي، خزان من البلاستيك. كيف نعالجه؟ نجيب اللي هو نجيب النار، هذه هاي الولاعة، ومن ثم نقوم تسخينه بهذه الطريقة حتى يذوب. هذه الطريقة حتى يبدأ يسيل. من يبدأ يسيل خلاص نوقف اللهب شوية. نجيب حديدة بهذه الطريقة ونحاول اللي هو نضغط على مكان اللي هو الشق هذه الطريقة حتى اللحام يدخل داخل، أو البلاستيك الذايب يدخل داخل ويسكر الفراغ الموجود هنا بهذه الطريقة. حتى يتسكر كامل الشق من الداخل. طبعا إذا كان الشق يعني كبير طويل مثلا أكثر عن شبر، يفضل اللي هو نستخدم تخيط، نخيطه بسلك من النحاس بهذه الطريقة. بعد ذلك نزيده مرة ثانية من اللهب، نزيد لهب حتى يتساوى، وأيضا نتأكد من عدم وجود فقاعات، لأن الفقاعات هذه يخرج منها الماء. إذا تكون فقاعات نسكرها. بعد ذلك نشوف حتى نجيب قطعة من الغطاء، غطاء الخزان، نقطع منه قطعة صغيرة بهذه الطريقة. نحضر القطعة، هذه القطعة الصغيرة مثل ما شايفين، قطعنا قطعة صغيرة من البلاستيك، بلاستيك الخزان نفسه، ونضعها بهذه الطريقة. لكن قبل أن نضعها نسخن هذه المنطقة، نسخنها، وأيضا نسخن اللي هي هذه القطعة. نسخنها شوية طبعا مع واجد حتى يتم اللي هو التلاصق بشكل ممتاز. وأيضا نسخن اللي هو هذه القطعة. من نشوف خلاص بادي يكون سائل، خلاص نوقف التسخين. من تبدي تسيل خلاص يعني التسخين كافي. شوفوا خلاص الآن بدأ يسيل.
ثم نحمل هذه القطعة بهذه الطريقة ونضعها هنا بهذه الطريقة. ومن ثم نضغط عليها بهذه الطريقة. بعد ذلك نزيد التسخين بهذه الطريقة. طبعا هنا عاد التسخين من الجوانب فقط، من الجوانب حتى يتم الالتصاق بشكل جيد. طبعا يحتاج شوية وقت، ما يريد تسخين قوي، لأن التسخين قوي يخرب شوية. تسخين هادي زين. بعد ذلك نحضر اللي هو هذه، نحضر حديدة ونبدي نسوي اللي هو عملية هذه، نمسح عليه بهذه الطريقة حتى يلتحم بشكل ممتاز. هذه الطريقة مثل ما شايفين. وبهذه الطريقة انتهينا من لحام الخزان مثل ما شايفين. وعسى إن شاء الله تكون الطريقة ناجحة. شكرا لكم على المتابعة.